فطور صغير ولكن غيعلمنا درس كبير على الصمود. خلينا نتفرجوا ونتعلموا. هاد البنت الصغيره كانت مشغوله كتوجد الفطور، هزات الطباصل المعالق بشويه في الوقت اللي جداتها كتشوف فيها بفخر واهتمام. مني وصلت للطبله المعلقه طارت ليها من يديها وطاحت ليها تحت الطبله، تحنات جبدها وضرباتها الطبله للراس، ولكن كملات وجبداتها. من بعد الماكله هزات الكارطابل بيديها الصغار باش تمشي للمدرسه، غتعثر في السيول وحيت كانت مزروبه وغطيح. الدموع تجمعوا في عينيها وبقات كتسنى من جداتها تجي تعاونها. بقات فيها ولكن بقات غير حاضيها من بعيد، عارفه باللي حفيدتها خاصها تعتمد على راسها. البنت مسحات دموعها، ناضت وقفات بعزيمه جديده وحطت الكارطابل على ظهرها مره اخرى. خرجت من الدار وكانت واجده باش تمشي للمدرسه. جداتها بقات كتفرج فيها من العتبه الباب والابتسامه مرسومه على الوجه ديالها، واخا بعض المرات كتبعد عليها ولكن كتحس بها ديما قريبه. عارفه باللي الحب والحنان ماشي ديما بالكلمات ولكن بالصبر والدعم بالسكات، وهما اللي غيعاونوا حفيدتها باش تواجه مشاكل الحياه. لايك وسبسكرايب وكومنتير الا كتبغي جداتك.